أعزائي المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل معاكم احلى سلطة جميلة جدا، سلطة بابا غنوج. جميلة قوي قوي قوي. بالبدنجان. انا عاملة دلوقتي جايبة بدنجانة، والبدنجانة يا اما فيها نوعين من الشوي، يا اما تشويها في الفرن او تشويها على البوتاجاز على صاجة وتقلبيها من جميع النواحي لغاية لما تدبل من المنظر كده. وانا هي حتى سخنة قدامكم اهي كده. هنبتدي اول حاجة، كمان هنستخدم معاها ايه؟ هنستخدم معاها فصين من الثوم وعصير ليمونة، وعندي شوية من البقدونس المفروم، وعندي زبدية، وعندي طحينة. هنستخدم 3 معالق كبار من الطحينة، وعندي خل، وعندي الزيت. يبقى لو كان عندك زيت زيتون يكون أفضل. والتوابل بتاعتها ملح وفلفل وكمون. هنبتدي نشتغل الأول في البدنجانة زي ما انت شايفة كده. هحاول أشق كده البدنجانة بالسكينة من جنبين كده أنا، وأشيل الورق بتاعها كده أهو. نشيل كل الورق كده، بيتشال بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. ادي البدنجانة، وهبتدي اقطع بالسكينة كده. خلاص كده احنا قشرنا البدنجانة كلها، لو فيها حتة سودا بتشيليها. وبعدين هبتدي احاول اول اقطعها كده عشان هي سخنة زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ههرسها بشوكة، او لو عندك هراسة هرسيها بالهراسة. انا بعملها بالشوكة. ولو حبيتي تشيلي منها شوية البذر، لو في ناس ما بتحبش البذر اللي فيها فبنشيلها اهو كده. شوية البذر الموجودين فيها كده بنشيلها اهو كده. وهكمل هرس كده فيها بالشوكة لغاية ما انعمها كلها زي ما انت شايفة كده. سلطة جميلة جدا واحلى كمان من المطاعم. وممكن تدقيها بمدق كده، هتتعمل معاكي بسرعة عشان تتهرس اهو كده. نحاول نخلطها كده ببعضها كده زي ما انتم شايفين. هسيبها تبرد شوية عقبال ما نعمل باقي الحاجات المكونات اللي تتعمل في سلطة بابا غنوج. هنجيب طبق وهنحط 3 معالق كبار من الطحينة اهو. وهنحط عليهم الزبدية زي ما انتم شايفين كده كبيرة. هقلبهم في بعض كده بحيث ان الزبادي دي تتجانس مع الطحينة. وهحط شوية من الملح، معلقة كده من الملح، ومعلقة كده زي ما انتوا شايفين كده من الكمون، وحبة من الفلفل، معلقة برضو. وهقلبهم ببعض كده. احط معلقة من
الخل، وهجيب عصير الليمونة كمان زي ما انت شايفة كده، هعصرها. هضربهم كده ببعض. اهو زي ما انت شايفة كده. وهجيب فصين من الثوم المفرومين هحطهم. زي ما انتم شايفين. وهاخد التوم اللي جوه كمان كده احطهم. وهقلب تاني اهو كده. وهبتدي بعد كده هحط البدنجانة اللي احنا ضربناها كده المشوية، هروح حطها على على سلطة الطحينة بالزبادي. هضربها فيها كده زي ما انت شايفة. وهحط عندنا البقدونس، شوية من البقدونس المفرومين عليهم. دي عندي سلطة بابا غنوج. واخر حاجة بقى بحطها زي ما انتوا شايفين اهو، جميلة جدا جدا. في ناس بتحط فلفل، لكن انا بفضل زي المطاعم ما بيعملوها بالبقدونس بس. اهو هحط بقى شوية من الزيت كده، لو عندك زيت زيتون تحطي، ما عندكيش بتحطي زيت الذرة اهو. ودي سلطة بابا غنوج اللي عندنا اهو. هنجملها بشوية من البقدونس من فوق كده. ودي عندي سلطة بابا غنوج الحلوة، هتلاقوها جميلة جدا وهتعجبكم، وهتعملوها دايما في البيت، وهتستغنوا انكم انتوا تشتروها من بره ونضيفة. وان شاء الله تنول اعجابكم، ويا رب كده تاكلوها بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تدوسوا اعجاب للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بالهنا والشفا.